كل آي في الكتاب جواهر، بل كل حرف بالهداية زاخر. فأنر بآي ذكر قلبا مظلما، لو كان أعمى بالكتاب سيبصر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، يقول ربنا تبارك وتعالى في الجزء 16 من سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الآية العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى تتحدث عن صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله سبحانه وتعالى كذاته عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قديم لا أول لوجوده ولا آخر لبقائه، لا أول لوجوده ولا آخر لبقائه. وما سوى الله عز وجل من جميع المخلوقات والأكوان والنجوم والكواكب والسيارات والإنسان والحيوان والنبات وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى كله له بداية وله نهاية، فهو محدود، ووجوده في هذه الدنيا مؤقت. بينما ذات الله عز وجل تختلف عن ذلك كله. ذات الله لا بداية لها ولا انتهاء، وصفاته كذلك: علمه، قدرته، إرادته، حياته، سمعه، بصره سبحانه وتعالى مطلق لا نهاية له. أخواننا، حينما يعلم المؤمن من صفات الله تبارك وتعالى ما يعلم تزداد خشيته لله عز وجل. هنا يتحدث عن صفة العلم حينما يعبر بكلمات ربي، وفي آية أخرى كلمات الله، فإنما يعني علم الله سبحانه وتعالى. نحن البشر معلوماتنا تبقى مهما عظمت يعني محدودة. لو جمعنا معلومات الأولين والآخرين منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها وإلى أن يرثها ومن عليها، لو جمعنا معلومات هؤلاء البشر جميعا لوجدناها معلومات عظيمة جدا ولكنها محدودة. أما علم الله تبارك وتعالى فكما ذكرت لكم في صفاته علم لا نهاية له. والذي يدرك هذا المعنى أكثر وأكثر هم من يشتغلون في علم الرياضيات. يعني الذين يشتغلون في علم الرياضيات يعلمون أنك لو أتيت برقم الواحد ووضعت أمامه مليار صفر على يمينه أو مليارات الأصفار، فهذا الرقم العظيم جدا الذي لا يقرأ، هذا الرقم العظيم جدا جدا بالمقارنة مع اللا نهاية هو قريب من الصفر، قريب من الصفر. لماذا؟ لأن له نهاية ينتهي، بينما علم الله تبارك وتعالى لا نهاية له، لا نهاية له أبدا. وعبر القرآن الكريم تعبيرا في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أننا أتينا بشجر الكرة الأرضية كلها من زمن سيدنا آدم وإلى يوم القيامة، لو أتينا بهذا الشجر كله وصنعنا منه أقلاما
ثم أتينا ببحور الدنيا كلها وجعلناها مدادا وحبرا وحاولنا أن نكتب كلمات الله لفنيت الأقلام وفنيت البحور ولا تنتهي كلمات الله سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. تصوروا يا إخواني، المؤمن حينما يتأمل وينظر في هذه العظمة، ينظر في هذا الجلال، جلال الله عز وجل، علم الله سبحانه، قدرة الله سبحانه، سمعه، بصره، إلى آخر هذه الصفات العظيمة الجليلة، ينتابه فضل من الله تبارك وتعالى بالخشوع والخضوع والتذلل والتضرع لله سبحانه وتعالى بذلة بين يديه. هذا الحال الذي يهبه الله للمؤمن حينما يتأمل في صفات الله عز وجل وأسمائه وآياته. هنا يتقرب العبد من مولاه، يكون العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل له هذا القرب استجاب الله دعاءه وكرمه تكريما فوق ما يتصور هذا العبد في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم ويكرمنا بالتأمل في آياته والتأمل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.